السلام عليكم. المال ما يختفي أبدا، هو فقط ينتقل من عقل أقل وعيا إلى عقل أكثر وعيا. إذا خلصت هذا الفيديو كأنك قريت كتاب كامل بخصوص المال. أولا لازم تعرف أن المال هو عبارة عن نظام وعي يتحرك دائما باتجاه الأشخاص الذين يفهمون فيه أكثر من غيرهم، وهنا تكمن المشكلة. الناس دائما تشوف أن المال ينقص، ولكن هو في الحقيقة يتحول، وكل مرة تصرف أنت ما تخسر، أنت تسلم الوعي المالي حقك إلى شخص أكثر وعيا منك. وعلى فكرة ما في شيء اسمه فقير للأبد ولا غني للأبد، فقط في أشخاص يفهمون كيف المال يتدفق، وأشخاص آخرين يعيشون داخل النظام بدون وعي، على العكس أنهم جزء منه. السر ما هو بالذكاء، السر هو أن تصبح نقطة تحول أو نقطة جذب داخل النظام المالي عفوا. وعلى فكرة الغني ما يأخذ المال من الفقير ظلما، هو يأخذه لأنه فاهم كيف النظام يشتغل وكيف المال يتدفق. الفقير يعيش بعقلية الاستهلاك، والغني يعيش بعقلية التدفق. وأكبر مثال على هذا الكلام هذا الشخص كان ينام على أرضية المصنع، ولا كان عنده مكان ثاني أبدا ينام فيه. باع كل شيء عنده ودخل بملايينه الأربعة في مشروع كان كل من حوله لا يؤمنون فيه ولا نسبة 1%. أول صاروخ فشل، ثاني صاروخ تفجر، ثالث صاروخ تفجر بعد 3 سنوات، وبقي عنده فلوس تطلق صاروخ واحد فقط. يعني يا تنجح يا تنتهي القصة هنا. وفي اليوم اللي أطلق فيه الصاروخ الرابع وقف يتابع الشاشة بنفسه. الصاروخ ارتفع، ثواني تمر وكأنها دهر من عمره، والشركة وجميع العاملين يراقبون بحذر. وأخيرا طلع الصوت المنتظر من غرفة التحكم بأن العملية نجحت. في اللحظة ذيك ما كان مجرد رجل نجح بإطلاق صاروخ للأول من نوعه، كان رجل تحدى قوانين اللعبة بنفسه. وهنا تربط القصة بالفكرة تماما. المال ما يختفي، هو ينتقل، وكل استثمار خاسر وكل تجربة فاشلة كانت تنقل وعيها المالي من وعي يجهل كيف تدار اللعبة إلى وعي يفهمها فشل بعد فشل ثم نجاح. ايلون ماسك ما خسر في محاولته الأولى، بل كان يدفع ثمن وعيه. انتقل المال إليه لأن عقله صار أكثر وعيا وأكثر استقبالا للتدفق. وفي النهاية المال ما يحب الجمود ويكره الخوف وينفر من التردد. ولو جيت تفكر فيها، المال كان عنده حركة خاصة، يعرف بالضبط مين يستحقه ومين الشخص اللي لسه ما هو مستعد انه يستقبله.